يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي في معركة حنين الله تعالى يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أكبر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قاتل ليس ذهب معه، قاتل، هو الجيش الذي قاتل معه في معركة حنين 12,000. صحيح في غزوة تبوك خرج معه 30,000 لكن ما قاتلوا، ذهبوا ورجعوا. كان هرقل بيرسل جيش وبعدين ما أرسل، لكن اللي دخل معركة أكبر جيش 12,000 كثرة. يقول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقولون إنهم أقبلوا إلى، كان مالك بن عوف النصري اللي هو رئيس الهوازن كان قد سبق المسلمين إلى نصف الطريق، يعني المسلمون يمشون ويقولون في أنفسهم يعني بقي يوم أو يومان حتى نصل إلى مكان المعركة. فالرجل سبقهم وجاء إلى وادي بين جبلين، في وادي، وجاء وكمن واختبأ هو وقومه في الجبلين خلف الصخور. فلما دخل المسلمون بين الجبلين جعل يرميهم بالسهام ويلقي عليهم الصخور. فالخيول والجمال التي معهم واضطربوا وجعل بعضهم يضرب بعض. قال الله ثم وليتم، ما قال ولا بعضكم، لا وليتم مدبرين. تدري كم عدد اللي هربوا اللي تولوا ثم رجعوا بعد ذلك؟ كم تتوقع من 12,000؟ يعني كم؟ ممكن 5,000 في حنين ممكن 6,000. عدد الذين تولوا وهربوا من المقتلة 11,991. وصل 12. كم يعني بقي 9. بقي 9 على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه شجاعة؟ لما ترى اللي حولك صراخ أنت بيقتلك ما أدري إيش وانت تثبت، هذه شجاعة يا أخي. صح. لذلك يقول نتقي إذا احتمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أنت خليك قدام، ويمسك النبي وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيف ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا، ويقدم لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فكان عليه الصلاة والسلام شجاعا. طبعا لا نتكلم نحن عن الشجاعة اليوم، يفهم الناس من الشجاعة فقط أنها القتال، لا يا أخي، الشجاعة حتى في اتخاذ القرارات. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أحيانا يعرض على الإنسان مثلا يشتري أرض معينة ويكون عنده 200-300 ألف، أشتريها والله يا أخي أخاف بعدين ما أوفق، تدري خلني أشاور، ثم يدري بعد يومين بعد ما أو تدري بعد شهر ربما يقرر يلا وافقت أشتري الأرض. قالوا وين الأرض؟ انباعت من أسبوعين ب200 ألف والآن تسوى 250 ألف. قال يا أخي سبحان الله، طيب ليش ما بلغتوني؟ قالوا بلغناك واتصلنا مرارا تقول والله خلوني أفكر. أنت جبان ما تستطيع أنك تتخذ قرار. شجاعة اتخذ قرارات يا أخي. حتى الواحد الحين حتى وهو يسوق السيارة أحيانا يأتي أمامه مخرج ولا أروح سيدة، إذا تردد في اتخاذ القرار يصير له حادث، ربما يدخل بين في الرصيف ولا غير. اتخذ قرارك. واحد بيتزوج اتخذ قرار، يكون عندك شجاعة، وإذا اتخذت القرار تحمل التبعات التي تأتي عليه. لذلك شرع لنا عند اتخاذ القرارات عبادة معينة في الدين. ما هي؟ الاستخارة. في حديث جابر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله ماذا يفعل؟ قال فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام. أنا يا ربي بتخذ قرار، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي أنا بتخذ القرار، أنا بتزوج، أنا بأسافر، أنا بأبيع بيتي، أنا بأعمل عملية جراحية، أنا حتى يفصل فيها أيضا. يفصل. إن كنت تعلم يا ربي أن زواجي من فلان، كنت تعلم أن سفري إلى كذا، أن بيعي لكذا، أن شرائي لكذا. قرارات مصيرية. ليس واحد مثلا قالوا له وتبغى تشرب عصير برتقال ولا تفاح؟ قال لحظة أصلي ركعتين استخارة. لا اللي بيننا أكبر من كذا يعني. صدر عشان تشرب عصير برتقال، هذا ربما يكون فيه نوع حقيقة من يعني الاستخفاف في صلاة الاستخارة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأمور القرارات في حياتك. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل واجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي إلى آخره. شوف كيف يعينك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتخذ القرار بشجاعة بعدين ما تندم. ليش ما تندم؟ لأنك تقول والله يا أخي أنا استخرت ربي واستشرته وربي اللي اختار لي هذا، أنا ماذا أفعل؟